يا صباح الخير او يا مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا على بألف خير. اول حاجة اقولها لكم طبعا شكرا على كلامكم بجد الحلو قوي 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 ليا. احساسكم بيا بيوصلني بجد بجد، وشكرا قوي. في حاجة بقى يعني كذا كومنت بيقولوا لي نزلي لنا فيديو كل يوم. بصوا يا جماعة، انا دلوقتي يعني الجو دلوقتي حر جدا 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 جدا. انا على قد ما بقدر بخليها مثلا يوم ويوم، كل يومين مرة. انا عندي الجو حر قوي، وبالذات عندي بنتي، يعني بنتي معايا وصغيرة و... وهي يعني طول ما انا ماشيه في الشقه هي ورايا، حرفيا طول ما انا ماشيه في الشقه وهي ورايا. يعني الحاجه اللي هي المفروض مثلا تتعمل في ربع ساعه، انا بسبب الحر وبسبب بنتي وبسبب التصوير بعملها في حوالي ساعتين 3. حقيقي حقيقي بجد بجد. يعني الموضوع متعب قوي 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 بالنسبه لي، يعني المتعب بشكل غير عادي. شايفين الكيكة دي بجد طلعت طعمها خطير خطير خطير. انا حبيت فطاري النهاردة اعمله شاي بلبن و... وكيكة، يعني حبيت ان انا ابدأه بكده. يعني انا بحب اغير قوي في الفطار، ما بحبش الفطار مثلا اللي هو مثلا كل يوم كذا نفس النوع، لا انا بحب اغير في الفطار. المهم بقول لكم ان الجو حر قوي، معايا بنتي، غير ان انا بصور. فشوفوا بقى ما يكون الثلاث حاجات دي انا بعملهم، فالموضوع مرهق جدا. فانا عن نفسي والله يا جماعة، عن نفسي انا احب قوي ان انا انزل كل يوم فيديو. على فكرة ده بيكون لمصلحتي وحلو ليا جدا. وانا بالنسبه لي يعني ان انا انزل فيديو، يعني انا مش بعمل حاجه يعني اللي هي حاجه خزعبليه، يعني لا انا بعمل اللي هو اللي احنا بنعمله كل يوم روتين. هو مجرد قصدي من الروتين الرساله منه او الهدف منه ان انا بحفزكم، ان بنتشجع مع بعض. انا بتشجع، انتوا بتتشجعوا. يعني انا مثلا ايه، كل مره بتشوفوني وانا بنقض الغسيل، بتشوفوني وانا آه، بنشر الغسيل بطبقه. ممكن اعمل غدا، او قليل ان انا لما اجي بعمل الغدا معاكم قليل جدا جدا، يمكن كام مره يعني تتعدى على صوابع قوي لما عملت معاكم. بروق اوضه النوم، اروق اللي انا بعمله، اغسل المواعين، ده كله كلنا بنعمله. انا ما بعملش اللي هو اللي محدش بيعمله، لا كل حاجة بنعملها. ممكن انا بسألكم على حاجة محتاجة ان انا استفيد منكم، في برضو كتير بيسألوني على حاجات انا بقدر افيدكم منها. تمام. فهو الهدف منه او الرسالة منه ان انا يعني تحفيز ليكوا وتحفيز ليا، والتحفيز اللي هو يكون بشكل اللي هو ايه يعني. وبنقعد برضو نرغي مع بعض، بنتكلم مع بعض، انا بكلمكم، يعني بتسلى معاكم، وانتوا بتكلموني في الكومنتات بتسألوني على حاجات، دي كلها حاجات حلوة جدا جدا، وانا مبسوطة منها قوي، وانا برضو بحس ان انتوا مبسوطين منها جدا. انا ما كنتش اغير ملاية السرير، بس بنتي وقعت لي عليها مية فروحت شايلاها وحطيت ملاية نظيفة. فطبعا انا هقول لكم ان انا بالنسبة لي تغيير الملايات كأنك واخدة دش جديد كده، تحس ان انتي بتتغسلي من جوه. وانا بعملها بالطريقة ديت، الطريقة دي سهلت عليا كتير جدا كتير كتير جدا. هقول لكم بقى حاجة. في كومنت جالي بيقول لي ايه الفرق بين يعني قولي لي ريفيو عن الستارفل وارجنتو. بصي، ستارفل انا استخدمته وكان جميل جدا معايا، بس هو عاوز دايما ترطيب بالذات بالذات بعد اما تستخدميه، محتاج ترطيب. ارجنتو اسفه، ارجنتو جميل جدا جدا ومناسب قوي قوي للبشره الدهنيه. وفي نفس الوقت هو يعني تحسيه معالج، وتحسيه اللي هو بينظف قوي البشرة، وفي نفس الوقت برضو بيحسيه بيرطب بشرتك. وبرضو محتاج ان انت برضو تعملي يعني تحطي مرطب بعده، بس غير ستارفل بعد اما بتغسلي بشرتك بتحسي ان بشرتك ناشفة قوي، غير ارجنتو لا ما بتحسيش بالنشفان ده. فانا بالنسبه لي استخدمت ده واستخدمت ده وحلو جدا، وده حلو
وأرجنتو حلو، بس أنا لمّا أستقر لأ، استقريت على أرجنتو لإني بالنسبة لي أرجنتو عجبني أكتر. هاقول لكم فرق السعر ما بينهم مش كبير. starville كنت جايباه من كذا شهر، لإن أرجنتو جِبته العبوة بتاعتي قرّبت تخلص، جايباه من رمضان، يعني شوفوا بقى من رمضان لحد دلوقتي وهي خلاص قرّبت تخلص. فطبعًا starville كنت جايباه قبليها، يعني قولي مثلًا بقى لي ييجي 4، 5 شهور مثلًا أو أزيد كمان. آآ ف فطبعًا في فرق يعني. المهم starville يعني كان من كذا شهر، يعني كنت جايباه بحاجة و90 جنيه، كان ب95 حاجة و90 تقريبًا. أرجنتو ب120، فالفرق ما بينهم مش كبير، يعني ممكن الفرق ما بينهم 20، 25 جنيه، يعني ممكن الفرق ما بينهم بس كده. بس هو يعني ده تجربتي ليهم. في بقى كريم starville اللي هو بتاع التفتيح أو توحيد لون البشرة، ده على فكرة حلو جدًا، جدًا وما أقدرش أستغنى عنه. ممكن وأنا خارجة باحطه على بشرتي. أنا مثلًا كريم الأساس ما باحطوش غير في المناسبات بس، اللي هو الفيت مي، ما باحطوش غير في المناسبات بس، ما باحطوش غير يعني خروجة مهمة، مناسبات بس. بس مثلًا أنا باخرج خروجات عادية لأ، باحب إن أنا أخرج اللي هو قصدي أحط اللي هو starville اللي هو الخروجات اللي دايمًا، لأ باحط starville بيوحد لي لون البشرة وحلو جدًا، جدًا. ده بالنسبة إذا كان ده أو ده. starville بقى أنا استخدمت منه اللي هو الغسول وهو الكريم ده، وما استخدمتش حاجة منه تاني، هُم دول بس اللي استخدمتهم. أرجنتو لأ، أنا استخدمت فيه الغسول، استخدمت فيه اللي هو تحت العين، استخدمت فيه اللي هو الnight routine والwhite routine والأزهى سيرم. بُصّوا، الأزهى سيرم لمّا كنت باحطه كنت باحس النتيجة بتاعته لمّا باصحى الصبح باحس إن وشي رايق خالص. اللي تحت العين حسيت إن هو بُصّوا، ما حسيتش إن هو فيه نتيجة، مش عارفة بقى، يعني أنا قعدت أستخدمه أهو حوالي شهرين، شهرين ونُص، ما حسيتش بنتيجة فيه. فمش عارفة هو محتاج إن أنا أستخدم، أصل أنتِ مثلًا في منتجات النتيجة بتاعتها ما بتظهرش إلا مثلًا ييجي بعد 6 شهور مثلًا، فأنا مش عاوزة أظلم المنتج اللي أنا باستخدمه. فأنا بالنسبة لي استخدمته حوالي شهرين ونُص ما جابش معايا نتيجة، فهو الصراحة خلص من عندي، فأنا ما طلبتش منه تاني. أنا مستنية الغسول بتاعي خلاص قرّب يخلص وهاطلب الغسول. فأنا مش عارفة أطلب اللي هو تحت العين اللي هو محيط العين والّا ما اطلبش والّا إيه؟ والأزهى سيرم برضه يعني. بُصّوا، بافكّر أطلب أو أشوف منتج غيره، يعني ممكن يبقى على بشرتي أفضل وأحسن. فالصراحة مش عارفة، لسه يعني إيه، مش عارفة الصراحة. هاشوف يعني لو في منتج يعني بيشكروا فيه أحسن كده. أنا من النوع زي ما باقول لكم أنا باحب أجرّب يعني. بس على فكرة أنا ما باحبش أجرّب في بشرتي يعني عمومًا، لإن بشرتي جات فترة وباظت. شايفين؟ يعني زي ما أنا باقول لكم، أنا الغسيل ده قعدت يعني أجيب الهدوم كده تيجي لي كده، أجيب الهدوم كده تيجي لي كده، والله العظيم، وتشيل الموبايل، واللي أنا باطبّقه تشيله تنعكشه لي تاني. لأ بجد أنا لدرجة إن أنا لحد ما زهقت حطيته في الطبق ده، راحت جات على الطبق وبدأت تشيل الهدوم وتنعكشها لي تاني في الأرض. رُحت أنا بقيت أطبّق مثلًا 2، 3 كده وأروح أرصهم على طول في الدولاب، لإني بجد أنا كنت زهقت خلاص. يعني الفقرة دي اللي أنا باصوّرها معاكم حرفيًا أنا كنت قاعدة عمّالة أصوّت، أنا ما باعملش حاجة غير إني باصوّت وبس. بس أهو أعمل إيه، يعني لو هتلاحظوا هتلاقوا بقى إيه، يعني كل حاجتين وأروح إيه أحطّهم في الدولاب. ما حرام بعد أمّا أنا يعني لو تاخدوا بالكم إن أنا يعني لسه مطبّقة الدريس وبرضه خدته وبهدلته لي ده وهيحتاج إن هو يتطبّق تاني. المهم كنت باقول لكم إن أنا كنت قايلة لكم قبل كده إن أنا بشرتي كانت جات يعني فترة وباظت جدًا، 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 وأنا كنت تعبانة نفسيًا بسببها. والحمد لله ربنا وقّعني في دكتور كويس جدًا، جدًا في سانت تريزا. ممتاز، ممتاز، ممتاز. ده اللي حرفيًا اللي عرّفني وفهّمني إيه اللي في بشرتي بالضبط.
قال لي أنتِ يعني أنا كان عندي طالع لي حبوب بطريقة يا جماعة بشعة، بطريقة مش حلوة جدًا، لدرجة إن أنا ممكن أبُص لنفسي في المراية وأقعد أعيط من شكل وشي. ففي واحدة صاحبتي يعني دلّتني على الدكتور ده، هو اسمه الدكتور كان إيه، أيمن الوسيمي، ده في سانت تريزا بجد. حقيقي ده اللي أنقذني، وفي خلال شهر حرفيًا أنا كنت بجد، بجد بشرتي ما فيهاش الهوا. الدكتور بس أنا بقى إيه، كنت يعني مدّيني علاج وكنت يعتبر ممنوعة من نُص الأكل، أنا كنت ممنوعة من جميع المقليات، جميع الألبان، جميع الأجبان، جميع الشطة، الشيبسي، النسكافيه، الشاي، القهوة، آآ وكل حاجة، يعني كل حاجة. أنا كنت مثلًا باجي الصبح، يعني أنتِ مثلًا الصبح مثلًا إيه، الجبنة، ممنوع إن أنتِ تاكلي جبنة. هتجيبي مثلًا فول، ممنوع تاكلي فول عشان فيه زيوت، ممنوع تاكلي طعمية. طب هتعملي إيه؟ كنت مثلًا أسلُق بيض، أنا ما ليش تُقل على البيض مثلًا، كنت أسلُق بيض، مثلًا كنت أروح أسلُق بطاطساية، ممنوع إن أنا آكل بطاطس مقلية، بتنجان مقلي، الأجبان كلّها ممنوعة. فأنا كنت حقيقي، حقيقي كنت باموت. آجي عاوزة أشرب حاجة، مش يعني أنا دايمًا العصاير، باحب العصاير مثلًا أشربها اللي هي بلبن. للأسف طبعًا كان مانع منّي اللبن، وقال لي: "اللبن ده لأ، ممنوع تشربي ألبان." كان مثلًا الأجبان كان هو مثلًا مسموح لي بالجبنة فقط الموتزاريلا، أي أجبان تانية لأ، الجبنة الموتزاريلا ما كانش يعني ما فيهاش خطر، فدي اللي كان مسموح لي بيها. كان إيه تاني، كان جميع الموالح، كان بيقول لي: "رنجة، فسيخ، الأسماك." ده كلّه ممنوعة. الطبايخ طبعًا بشكل صحّي، يعني مثلًا الطبايخ ممنوع يتحط فيها سمنة بلدي، زبدة، ده كلّه ممنوع. مثلًا تعملي أكلِك بزيت، ويُفضّل إن هو يكون أكل صحّي، يعني مثلًا تعملي الأكل ني في ني، ده كلّه. كان مثلًا الفراخ تاكليها مشوية، تاكليها مسلوقة بس، فالبانيه ممنوع. فطبعًا مثلًا البانيه كنت مثلًا قايلة لماما، يعني كنت محرّجة على ماما كل الأكلات اللي أنا باحبها دي ممنوع إن أنتِ تعمليها، طول ما أنا في فترة العلاج الحاجات دي ما تتعملش. بس بجد، وكان طبعًا النسكافيه كنت باحب النسكافيه جدًا، يعني أنتم عارفين إن أنا مدمنة نسكافيه، كان مانعني من النسكافيه. فطبعًا ده كلّه عدّى عليَّ شهرين أو شهر ونُص تقريبًا. أنا حقيقي كنت خلاص جِبت آخري وكنت هاموت بقى وهاكل وكده. وأنا الصراحة رُحت له، كنت باروح له من الساعة 17:00، يعني من الساعة 17:00 علشان أدخل، بافضل مستنية عشان أدخل الساعة 00:00 بالليل. أنتم متخيلين وقت قد إيه باقعد مستنياه؟ يعني أنتِ بتروحي الساعة 17:00 عشان تحجزي، وهو بييجي الساعة 20:00 والأولوية باللي هو باللي حاجز. وهو كان بييجي الساعة 20:00 عشان بقى تخشي، فأنا باخش على الساعة 00:00. فطبعًا يعني والساعة 00:00 دي بالليل وأنا باكون لوحدي، فأنا كنت يعني اللي هو عاوزة أنجز معاه بسرعة علشان إيه، أروّح وكده، عشان المواصلات والوقت كان اتأخر عليَّ وما كانش ينفع. فالحمد لله، الحمد لله، بجد هو دكتور ممتاز جدًا وعالج لي بشرتي، والحمد لله هو كان قايل لي إن اللي في بشرتِك ده إحنا كلّنا بنقول عليه آآ حَب الشباب، وهو مش حَب الشباب، لإن اللي في بشرتِك ده ممكن يطلع لواحدة عندها 12 سَنة، ولست عندها قصدي آسفة، والواحدة تكون عندها حاجة و30 سَنة. فإيه الحل بتاعه؟ يعني وهو قال لي مثلًا أنتِ مثلًا بيكون لو إحنا الجسم بتاعنا بيفرز 40%، فأنتِ بتفرزي 80%. فالدهون اللي عندِك اللي بتتفرز بيطلع على وشِّك على شكل دهون اللي هي على شكل حَبّ. فإحنا هنعمل إيه، فإحنا نعالج برّه وجوّه. فهو الصراحة كانت منعني من الأكل ده، وقال لي يعني أكلِك يكون بالشكل الصحّي ده، وكتب لي على برشام، وكتب لي على اللي هو ماسك كده اللي هو اسمه أكني زنك، ممتاز جدًا بينشّف الحبّاية، وغسول.
الغسول كان مش فاكرة كان الغسول اسمه إيه، بس الغسول كان حلو أوي، والله مش فاكرة اسمه لحد دلوقتي. أنا فضلت فترة كمان من بعد من بعد فترة العلاج فضلت يعني مواظبة على الغسول. الغسول كان حلو جدًا، بس والله مش فاكرة الغسول كان اسمه إيه. لو أنتم عاوزين اسمه أنا ممكن يعني أحاول إن أنا أبحث عنه وأقول لكم اسمه. وكان كاتب لي برشام، كان البرشام ده كل أسبوع، أسبوعيًا كنت باجيبه. كان البرشام غالي تقريبًا كان ب150 جنيه، فطبعًا كل أسبوع كنتِ بتجيبي الشريط. فطبعًا كان فالمهم الحمد لله الواحد كان أوكي صرف وكده، بس مش مشكلة. المهم النتيجة إن هو وصّلني لنتيجة ممتازة، والحمد لله أنا كل لمّا أفتكر بادعي للدكتور ده جدًا، لإن هو بني آدم فاهم اللي هو الحالة اللي هي قدّامه، وهو على فكرة بسم الله ما شاء الله شاطر جدًا، جدًا، جدًا. ده يعني كانت تجربتي مع الحبوب. وعلى فكرة أنا أي واحدة أعرفها مثلًا اتصادف معايا وفي بشرتها حبوب أو كده، فأنا عارفة قد إيه إن الواحدة بتعاني من الموضوع ده. فأنا باقول لها فورًا على الحل، وباقول لها على اسم الدكتور، وأقول لها إن حصل معايا كذا وكذا وكذا، وأدّيها عنوان الدكتور. تليفونه ما كانش معايا، بادّيها عنوان الدكتور وأقول لها لأ هو دكتور شاطر وممتاز. لإن فعلًا أنا برضه لمّا كنت بشرتي تعبانة، أنا برضه اللي دلّني واحدة صاحبتي ما استخسرتش فيّا. فطبعًا لمّا ألاقي حاجة زي كده أنا عمري ما هاستخسر في أي حد يكون مثلًا في أمَس الحاجة إن هو يتعالج من شكل وشه. لإن يا جماعة الوش ده اللي هو الواجهة بتاعتِك، فطبعًا لازم يعني لو فيها أي حاجة فتحسّي إن أنتِ كده ثقتِك بنفسِك بتقِل. فلمّا بتعالج بشرتِك مجرد العلاج ومجرد إن بشرتِك تكون صافية كده وهادية، دي كفيلة إن هي ترجّع لِك ثقتِك بنفسِك. فدي حاجة أنا كنت لمّا باشوف يعني أنا قابلت على فكرة كذا بنت بنفس الحالة دي، فكنت على طول بادلّهم على الدكتور ده، وأقول لهم يعني تجربتي معاه وكده. هنا الحمد لله كنت خلّصت أوضة الأطفال. أنا ما صوّرتهاش معاكم يعني يعني تفصيليًا، أنا صوّرت معاكم كده إيه، يعني اللي هي مقتطفات منها. هنا بقى دخلت على المواعين. الحمد لله المواعين ما كانتش كتيرة، هي المواعين كده مطرح ما كنا شاربين حاجات من بالليل، ومطرح بقى فطار الصبح، ومطرح ما جوزي شرب قهوة وأنا رجعت شربت لبن والكلام ده. فهو بس الحاجات دي. المهم بقى آآ الجماعة هو أنتم أمّا تيجوا يعني أنا عاوزة أسألكم سؤال، أنتم أمّا تيجوا يعني تغسلوا مواعين بالإسبونشا، هي بتنضّف؟ يعني أنا مثلًا أنا ممكن أغسل بالإسبونشا، بس أغسل الإسبونشا في حالة واحدة، لمّا يكون مثلًا المواعين اللي قدّامي ما فيهاش دهون، وفي نفس الوقت برضه تكون شوية صغيّرين، وفي نفس الوقت برضه يكون اللي هي حاجات اللي هي إيه، شوية صغيّرين وحاجات كده ما فيهاش دهون. فأنا مثلًا باقول بدل ما أقطع سلكة كده المواعين مش محتاجة إن هي تدّهك أوي بالسلكة الناعمة، فخلاص هاعملها بالإسبونشا عادي. بس الأساسي عندي والمُعتمد عليه هي هي قصدي السلكة الناعمة. لإن السلكة الناعمة يا جماعة يعني بتلمّع الحاجة، الإسبونشا على فكرة ما بتلمّعش. فأنا كتير باتفرّج عليهم بالاقيهم بيتفرّجوا على الإسبونشا، وعلى فكرة أنا سألت لكم السؤال ده كذا مرّة، ألاقيهم بينضّفوا بالإسبونشا. ف وعلى فكرة هُم معتمدين الإسبونشا. فأنا باحس إن أكيد المواعين ما بتلمعش، حتى يعني بعد غسلة مرتين، 3، 4، 5 بتيجي تلاقي المواعين بهتانة. فأنا الصراحة ما باحبش تكون المواعين بالنسبة لي بهتانة، لأ أنا باحب المواعين عندي تكون بتلمع. الحاجة الوحيدة اللي تلاقيها ممكن ما تلمعش معايا أوي أو ما باعرفش أوصّلها لدرجة اللمعان، الحاجة اللي هي ألمونيا. ففي فكرة الصراحة في الألمونيا دي إن شاء الله هاجرّبها معاكم. يعني إيه، اتوصّلت ليها إن هي بتلمّع الألمونيا بسهولة جدًا، فأنا إن شاء الله هاجرّبها معاكم ونشوف إذا كانت هتلمع والّا لأ. ده يعني السؤال اللي أنا دايمًا باسأله لكذا حد ألاقيه مُعتمد الإسبونشا في غسيل المواعين بتاعته وعلى طول بيغسلوا بيها. فباحس إن المواعين يعني رغم إن طبعًا الواحد ما بيبقاش مركّز أوي إذا كان بيلمع والّا لأ، أو التصوير ما بيجيبش زي الحقيقة، بس باحس برضه إن لأ، ما مش بتلمع خالص، فاهمين؟ إحساس إن هي مش بتلمع، أنا إحساسي واصل لكم هو ده.
المهم الحمد لله كنت هنا خلّصت وخلاص يعني، وكنت خلّصت الحمد لله الشقة، وكانت الشقة كده نطفت معايا، وكده هاشوف بقى كنت على فكرة معلّقة على الغدا، وكده خلاص كنت خلّصت وهاروح أشوف بقى إيه هنتغدى إيه وهنعمل إيه، وهاخد دُش أنا وزوزو وحبيبة قلبي بمامي، وهنا كان دورة الغسيل برضه هاروح أنشرها، وكده كان هيكون يومي خلص معاكم، يا رب يكون الروتين عجبكم. باي باي.